الطبقات جزاكم الله خير الجزاء من كبيركم إلى كبيركم، لأنه لا يوجد فيكم صغير. إن شاء الله نشارك بأفراحكم قبل أحزانكم. هذا من جانب التشكر للكل، وكلمة الكل تفيد العموم. لكنما هناك رسم اتخذناه من آبائنا وأجدادنا، إذا أحد البيوت أو أحد الحمائل فقدت عزيز يحضر إما زعيم العشيرة، إما كبير الحمولة، إما رب البيت بهدية رمزية لها أسماء متعددة، تسمى بالإحسان، تسمى بالزيان، تسمى بالجسوة، أسماء متعددة وتنختم بمعنى واحد، وهو معنى الأخوة والتكاتف والعاطفة بين أبناء العشيرة. بهذه اللحظات وبحضوركم أيها المؤمنون على مختلف طبقاتكم، حضر سعادة الشيخ يابر أبو عبد الله الصالحي نجري المرحوم حج الطيب بهذه الهدية الرمزية إلى الأسرة الفاقدة بيد حج عبد الزهرة، أولاد حج عبد الزهرة، أولاد أخوه، ويقول لهم عظم الله أجوركم، جبر الله مصابكم، أحسن الله لكم العزاء. وإذا تقدم هذه الهدية من ناحية شيخ أو من ناحية كبير بمعنى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، فلذا بهذه اللحظات أكرر حضر سعادة الشيخ يابر أبو عبد الله الصالحي بهذه الهدية الرمزية إلى الأسرة الفاقدة، أولاد المرحوم، أخوة المرحوم، أولاد أخوه، ويقول لهم عظم الله أجوركم، جبر الله مصابكم، أحسن الله لكم العزاء. وترفع وتختم هذه النائبة بحضوركم وببركة محمد وآل محمد. كما تعلمون، ويتقدموا يا الحج، يتقدموا جزاكم الله خير، قدموا الإسلام الهدية. كما تعلمون هذا اليوم هو ختام هذه الفاتحة ظهرا، والكل مدعوين على تناول مائدة الغداء بهذا المكان، جزاكم الله خير الجزاء. وما نقبل عذر من أحد، دقائق إن شاء الله راح تدخل الجنازة، تقام عليها الصلاة بهذه الحسينية، ثم تشيع إلى مثواها الأخير. لمن مات على الإيمان أمواتنا جميعا، سيما من اجتمعنا لأجله وسببه، رحم الله من ذكر الجميع وأهدى لهم الفاتحة مع الصلوات.